ها تلقى دقت حبوبة ماتت بعد ما حجت. أصبحنا في واقع فيلم، مات المواطن من كثرة المعاناة والآلام. وجاء أخويا مات، أبويا مفقود، ما معروف متين يعود. اتحجرت كل المدن سبح الجماد، حتى البيوت بقت رماد. ما يكون غضب بله نزل لا شعب ضعيف ما عنده ذنب فيه الطيبة جواه عفيف. حبه للوطن بيقول لازم نقيف، نبقى كتلة نحارب اللدو نوقف النزيف. البعيد يكون قريب، ننسى النزوح ننسى الحرب، نعيش تاني في سلام. وطن ما فيه عنصرية لا غبلية، فيه بس سلام. ناس كتيرة جيعانة، ناس كتيرة عيانة، ناس كتيرة ما عندها خدمة ماشية عريانة. أبو الليال من الظروف انتحر، الأم بتشتغل عشان تربي بس يتامى، والشارع بنحر. لولا الظروف ما كان رضيت بالإهانة. من السبب؟ هل بتحاسبني على غلط؟ مسؤول قليل الأدب. أطفال راجلنا المدارس تفتح عشان قراية، حتى القلاوي استخدموها درع حماية. والمساجد بقت غرف نوم لخاين فقد رباية. من مكان لمكان زي فصول السنة، تنجبر تبيع الشرف ما كان المنى. تختار الجحيم بدل تكون في الجنة. كم من المواطن بادر بحياته، كم من الفقير داست كرامته، كم من الشباب هاجروا وتسنبكوا، كم من الشهيد في المحيط ماتوا. وطن شاكي، وطن باكي، وطن بينزف من كل مكان. ولد صغير والدينه ماتوا، أصبح وحيد ضاعت حياته. بيسأل بيقول كيف دخلنا في القضية ذاته. حبوبة قالت فكرة عقيم ياما بيهو، أحبابنا فاتوا ماتوا. نمشي بالوصية غاية جيوش المزاد، قال أبقوا الصمود أبقوا الصمود يا وطننا يا نموت. وانا في الختام بقول آخر كلام، بقول كفاية أعلنت الاستسلام، رفعت الراية. جوايا علم جوايا نار، جوايا قصتنا جارحة ومحزنة من البداية.